مسلسل جامد قوي وتقيل وحاجه من ريحه جيم اوف ثرونز وابو الهوا ريموت. بس عايزك تركز معايا، نحن الان في عالم موازي للعالم بتاعنا. بيختلف في ايه؟ ان البني ادمين اللي في العالم الموازي عندهم ارواح بتتشكل على روح حيوانات. كل واحد في العالم ده معاه حيوان بيبقى الروح بتاعه، والعلاقه ما بينهم مقدسه. وفي حاجه اسمها السلطه التعليميه هي اللي ماسكه العالم ده. وكمان العالم ده في نبوءه بتقول ان في بنت هتيجي فيه هتغير الدنيا. النبوءه دي جايه منين؟ من الشمال او النورس، حيث يوجد هناك الساحرات، هما اللي بيلسنوا بالكلام. والطفله دي هتيجي في يوم الفيضان. وخمن ماذا في مدرسة أكسفورد في يوم الفيضان. يوجد واحد اسمه إسرائيل محمل ببنت وواخدها للجامعة لحد ما بيديها لرئيس الجامعة أو المدير وبيمشي. وهي دي فتاة النبوة. نلاحظ إن في فيضان فعلا في مكان. بعد 12 سنة في المدرسة بنلاقي البنت واللي بالمناسبة اسمها ليرا مع روجر صديقها قاعدين بيلعبوا وبيجروا في المدرسة اللي بيتعلموا فيها، واللي نوعا ما مش بيحبوها بسبب القواعد بتاعتها، لحد ما بيوصلوا الأوضة بتاعت أموات. المدرسة محتفظة بيها بالجثث والجماجم بتاع الناس العظماء. بعد كده بناخد لمشهد لإسرائيل قاعد بيراقب حاجة بالروح بتاعته اللي بتتمثل في النمر اللي انت شايفه، وبيراقبها بنوع معين من الكاميرات، وهتعرف ايه قدام. والمكان اللي هو فيه النورس أو الشمال. المهم ليرا وهي قاعدة بيدرس لها وحاسه بالملل وهتموت، فالروح بتاعتها بتقول لها الحقي عمك جه اسرائيل، وهي ما شافتوش من سنين. ضحكت على المدرس بتاعها وعرفت تخرج لحد ما تروح تقابله. بس وهي بتتسلل بتشوف مدير المدرسه بيتكلم عن اسرائيل وان هم مش حابينه قوي، وكمان بيحطوا حاجه في المشروب وهي قالت ان ده سم. فهي خايفه بتكلم الروح بتاعها. ملحوظه الروح بتقدر تتكلم. هو ليه المدير عايز يسم واصلا المدير ده شخص طيب وكويس؟ المهم ياتي العم فعلا اسرائيل وبيبقى جاهز عشان يشرب المشروب، فتنقض عليه بس بيثبتها. كان خشن معاها فتحاول تقول له ان المشروب فيه سم، بس هو عمها بيبقى بارد وكانه مش مهتم بيها، ولا كأن اخر مره شافها كان يمكن من 6 سنين، وبيعاملها بقسوه. فقام كسر المشروب وبرضه ما يعرفش هو ليه عايز يسمه، وقال لها ان هو هيعينها كجاسوسه تنقل كل المعلومات عن المدير وتقول، وقام خباها. بدا الاجتماع في الجامعه بالمدير بالدكاتره، ويبدا اسرائيل يشرح ويقول ان هو كان في النورس زي ما احنا لسه شفنا من شويتين، واكتشف حاجه اسمها الديست او الغبار بتاع الفضاء، وده بيتجمع حوالين الناس الكبيره، انما الاطفال ما بيتجمعش حواليهم. وعايزك تركز في دي، وان بنوع عدسه معين شاف بالديست ده ان في عالم من العوالم محطوط في السماء بس محدش قدر يكتشفه. وبعدين بيكمل ويشرح ان في واحد اسمه تشارلي اللي هو مكتشف العوالم يعني وحاجات كده في المسلسل، شكله يعني شخصيه تقيله على مشاء، لقى الجثه بتاعته او الجمجمه بتاعته مجمده وقام وراه. طبعا الرجاله كلها مش مصدقه، والمدير حاسس بنوع من انواع التذبذب وهو جاي يقلب الدكاتره علينا ولا ايه، وليره تراقب كل هذا. المهم مشاهد بعيدا عن كل ده، في ناس اسمهم الايجيبشن. انا افتكرت المصريين بس دول قوم اسمهم الايجيبشن. المهم موجودين في جزيره اكسفورد في العالم ده السحري. ففي طفل منهم اسمه توني بيتوج ان هو اصبح بالغ، فالحيوان بتاعه بتاع الروح بدا يثبت على شكل. قبل البلوغ حيوانك بيفضل يتالف في الاشكال والحيوانات. فالمهم هم بيحتفلوا وامه فخوره بيهم مبسوطه. اخوه الاصغر ويسمى بيلي كان طالع قاعد بيلعب مع الحيوان بتاع الروح بتاعه لحد ما بيلاقي شخص بتبقى روحه متمثله في ثعلب، فبيقرب فالشخص ده بيخطفه. اسرائيل بعد ما خلص الاجتماع قعد يفتكر، وانا ناسي انا ناسي ايوه صح، فافتكر ليرا فجري عليها لقاها نايمه، فقام خدها ونقلها للسرير، وهناك كانت عامله انها نايمه. ولما حطها وهيقوم بدات تساله ايه الديست ده وايه العوالم اللي انت قلتها، واخذت الوضعيه اللي احنا مش فاهمين منها اي حاجه مشاهد. فقال لها ان في بعض من الامور الاحسن لك ان انت ما تعرفهاش، ولكن الفضول بتاعها كان شديد فما رضيش يحكي عن حاجه وسابها وقام. المهم مدير المدرسه ومع المدرس بتاع ليرا بيتكلموا عن عظمه المستقبل اللي مستنيها، وكمان بيتكلموا ان هم المفروض يسيبوها حره انها تخرج هنا من الجامعه او المدرسه، وكمان ان هي هتخونهم وان هي فتاة النبوءه وحاجات لسه لم تتضح. فنحن في الحلقه الاولى. المهم الطفل روجر ما هو الا طباخ، فجايب لبنتنا الاكل بما انها بقى لها يومين ما كلتش. فقعدوا يتكلموا عن بيلي اللي من الايجيبشن اللي اختفى وما عرفوش هو راح فين. فهو قال لها انه ربما يكون الجبلين هم اللي خطفوه. فقالت ان الجبلين دول قصص اسطوريه احنا الاطفال بنقعد نحكيها بس هم مش موجودين في الحقيقه. فقال لها لا ان هم موجودين. وكمان بدا يقول لها ان عمك اسرائيل بيمشي. هي سمعت وبدات تجري لحد ما وصلت للسفينه بتاعته، بس زي ما قلت لك عمها بيعاملها بقسوه وببرود، وبدا يطردها من السفينه وانه مش عايزها. فالبنت انصدمت وعيطت وسالت عن ابوها وامها، وقال لها ان هم ماتوا في سفينه زي كده وعاملها بمعامله قاسيه وسابها ومشي. بعض الباحثين عن الاطفال راحوا للايجيبشن وقالوا لهم ان بيلي ابنكم غالبا اتخطف من الجبلين. برضه كلهم مش مصدقين ان دي اسطوره والجبلين مش موجودين. فبدا يحكي لهم ان في
في لندن في العاصمه في 65 طفل اتخطفوا بنفس الطريقه، فاكيد دي مش مصادفه وان الجبلين حقيقيين. بس امه ما كانتش مصدقه، بتقول ان هو مختفي في المدينه لازم ندور عليه. بعدين في مشهد لروجي مع بنتنا وهم كارهين المدرسه وبيقولوا امتى اليوم اللي نمشي فيه وراسمين لحاجات نفسهم يزوروه، ولاحظ الدب القطب اللي انت شايفه. بعد كده بنشوف واحد يسمى الفازر ومعاه شخص اسمه اريون، والفازر يبقى مسؤول في السلطه التعليميه، حاجه تقيله. وبيقولوا ان هم خايفين من الاكتشافات اللي اكتشفها اسرائيل، والفازر قال له احنا لازم نعرف كل التحركات اللي هو بيتحركها، وفي واحده كده مش عايزينها تعرف حاجه. فالمخرج يروح لنا للواحده وتسمى ماريسا كولتير، ودي حته تقيله قوي في الوزاره التعليميه وشكلها الناس كلها بتحترمها. ولما دخلت الجامعه كان كل الطلاب بالمدرسين قاعدين بيبصوا لها بانبهار، بس هي باين ان هي مهتميه ببنتنا وقعدت تلاطفها بالكلام. وبعد الاكل قالت لها ان هي باحثه وان هي رايحه النورس او الشمال، فلو انت حبيتي تيجي معايا هكون شاكره ليكي وانك هتشتغلي المساعده بتاعتي. هي ما صدقت، عايزه اصلا تخرج من هنا وهي وروجي، ففضلت تقول لها طب ناخد روجي معانا هيعمل لنا شويه اكل وهيفيدنا. فقالت لها موافقه، خدتها بالحضن وفضلت تجري في المدرسه بتدور على روجي علشان تقول له الخبر، ما تلاقيهوش. المهم المدير بتاع المدرسه والمدرس بتاعها بيجتمعوا بيها وبقول لها ان احنا عارفين ان انت هتروحي مع المستكشفه كولتير واحنا موافقين، ولكن خذي هذا السلاح. واداها آلة شبه البوصله وقال لها انها مهمه قوي وفريده، وعمك اسرائيل هو اللي جابها وانت طفله، وان عشان تستخدمها يعتبر محرم، بس هي شايفاها مجرد بوصله ملاش لازمه. المهم برضه تدور على روجي لان ده الوقت اللي هتمشي فيه المستكشفه، فما تلاقوهوش، فتتاكد ان تم خطفه من الجوبلين زي ما اتخطف بيلي. فتروح وتقول للمستكشفه، فتقول لها بس يبقى اتخطف من الجوبلين وفي لندن كل اللي بيتخطفوا بيروح هناك. تقول لها انت اديني الثقه بس وانا هلاقيهولك، يعني هلاقيهولك، يلا نمشي. بتروح لقلط الحقيقه بتاعتها وتبدا تسالها اين جوبلين اين روجي، فيديني باي حاجه، بس الاله ما بتردش. فبتسيبها من العبط ده وتبدا تجري للسفينه تستعد انها تمشي من اوكسفورد. وهي في السفينه كان شايفه ان الايجيبشن هم كمان رايحين للندن يدوروا على بيلي. وفي المشهد الاخير من الحلقه بنشوف روجر وهو مخطوف فعلا من الجوبلين. تم نقل ليرة للعالم بتاعنا اللي ما فيش سحر، وذهبت الى احدى الفنادق الغاليه والفخمه. بس نلاحظ وهي بيطلعوا في الاسانسير قفلت الاسانسير بمفتاح، وورت لها المكان وورت لها الاوض بتاعتها وورت لها الاوضه اللي هتنام فيها، وكانت مبهوره. وزي ما انت شايف ناس متدلعه، في ناس متانه زي جوردن اللي راح للمكان اللي فيه الاطفال كلها مخطوفه من الجوبلين. ماريسا كولتير بتقدم للايرا اكل فاخر، بتاخدها في اماكن فيها علة القوم، وبتقول لها انت مش ملاحظه ان المكان ما فيهوش ولا واحده ست، وده لانها يعتبر اعلى ست فيه، واثبتت نفسها، وعلشان تكون مثلها لازم تثق فيها، وانها تثق في انها هتلاقي لها روجر، وانها تمشي على حسب التعليمات بتاعتها. كل ده لاجل تضمن انك تفضلي في النخبه. ومستكشفين الايجيبشن مستعدين للهجوم بعد ما عرفوا فين مكان الجوبلين اللي موجود في الاطفال. بالليل ولايرا هي نايمه، الروح بتاعها اللي بتتجسد في حيوان بتسمع اصوات وبيصحاها من النوم، بس هي بتتجاهل. بيذهبوا الايجيبشن للمكان اللي فيه الاطفال، بس ما بيلاقوش اي حد، بس بيلاقوا الهدوم لبيلي المخطوف، فبيتاكدوا ان هو موجود هنا بالفعل وبياخدوا اللبس بتاعه. لايرا متروق عليها اكتر ما هي رايقه معاها وبتستعد في حفله النهارده. بكاري راح للمدير يقول له انا عايز الدماغ او الراس المتجمده اللي اسرائيل جابها لك امبارح، وبان ان بكاري خايف منه وبيساله انت ليه بتمول اسرائيل وبتساعده لو هو بيعمل كده يا مشاهد؟ طب هو ليه كان عايز يسمه؟ كل هذه تساؤل هيتجاوب عنها لايرا والمستكشفه. وبتذاكر عن الالكترونات، فلايرا تقول لها ان الالكترونات عامله زي داست، في برضه شحنه سالبه. فهي استغربت هي عرفت داست منين، وبدات تقول لها ايه اللي انت عارفاه؟ قالت لها انه عارفه انه ما بيتجمعش حوالين الاطفال، موجود بين الكبار بس. والانسه كولتير باين ان هي مخبيه حاجه وعارفه حاجه. الايجيبشن راحوا الام قعدت تقول انتوا بتدوروا غلط، ان هو مش مخطوف والجوبلين مش موجودين. فقبل ما يتناقشوا ادوها اللبس بتاعه، فاتاكدت ان هم على الخطى الصح. هم مشاهد هناك شخص اقرع كان حاضر مع الفازر وبيقول له مجلس فصل الارواح عمال يتساءل هتعملوا ايه؟ ومجلس فصل الارواح ده انت هتعرفه في الحلقه دي. لايرا مره اخرى وهي نايمه بيسمعوا نفس الاصوات، فيبداوا بقى لا لازم نشوف فيها ايه، فيمشوا ورا الاصوات ويمشوا ورا الدنيا لحد ما بيوصلوا للمكتب اللي حذرت فيه الانسه كولدير ان محدش يروح. بتفتح بتلاقي القرد، بس فجاه بتلاقي الانسه كولدير جت ومعاها القرد بتاعها. الله، امال القرد اللي جوه ده ايه؟ فاصبحت لايرا لا تثق فيها ولا بنسبه 2%. والاستاذ بكاري ما سكتش، لا راح المدرسه بالليل وسرق منها الجمجمه اللي كانت متجمده. الانسه لايرا وهي لسه بتحتفظ بالساعه بتاعتها تلاحظ ان زفازر جه هم واحد، وما تعرفش مين زفازر بس عارفه ان دول اغراب وايه اللي جابهم هنا للانسه كولدير. فلايرا بدات تسمع وتشوف هم بيقولوا ايه، وسمعت ان جمعيه فاصلين الارواح دول زعلانين قوي من الانسه كولدير وانها تاخد بالها من الحاجات اللي هي بتعملها. لايرا كل شويه تساؤلات بتزيد في دماغها
ازيك يا مشاهد، بس بتتقفش من الشخص التاني. المهم بعدين لايرا يعني في الاخير سمعت اهم حاجه، ان الساعه اللي موجوده معاه دي حاجه مهمه كلهم بيدوروا عليها. ايه علاقه الساعه؟ اصبر برضه يا مشاهد. المهم لايرا كانت مجهزه الشنطه بتاعتها ولبسها وشكلها عايزه تمشي، والكلام ما بينها وما بين الانسه كولدير اشتد، فبدا يبقى بخناق والروحين بتوعهم بداوا يتخانقوا، واللي بيأثر في الروح بيأثر على لايرا. فلايرا قالت انها عايزه تروح لعمها اسرائيل، فالتانيه اتعصبت وقالت انه راجل فاشل واب فاشل، وده اللي صدم لايرا لانها هنا عرفت ان ده مش عمها وانما هو ابوها، وفضلت مصدومه لثواني. والانسه كولدير ما كانتش عايزه تقول لها المعلومه دي، فدخلت لايرا وهي غضبانه للاوضه بتاعتها وعماله تسال الساعه اين اسرائيل؟ طب هو ابويا ولا لا؟ طب اي حاجه، قولي اي حاجه كده، اعملي منظر. وراحت رمتها بغضب وبتعيط، بس نلاحظ ان الساعه بدات تتحرك. المهم الاستاذ بكاري ده راح لراجل زي هاكر كده هيحتاج منه معلومات عن الجمجمه دي بتاعت مين، وهل هي بتاعت شارل فعلا اللي وحد العوالم واللي عمل العوالم ده، ولا بتاع حد تاني. على الاكل الانسه كولدير ولايرا بنتنا والمشاكل ما بينهم ما بتخلص، وكولدير رمت كارت انها ما لقتش روجي وان الجوبلين ما خطفوش حد، فهي قالت لها ان انت كداب وكلامك كله كذب وما يتصدقش. وبعد ما خلصوا اكل والانسه كولدير خرجت، حاولت تخرج يا كمان، لقيت ان باب الاسانسير مقفول بمفتاح، والانسه كولدير فضلت ماشيه المكان. دخلت مجموعه من الاطفال وهم الاطفال اللي مخطوفين، وهنا نكتشف ان هي من الجوبلين اللي بيخطفوا الاطفال. ده غالبا يا مشاهد له علاقه بالديست اللي ما بيأثرش في الاطفال. لايرا لاحظت ان الفتحات اللي في الحيطان بتتفتح، فعرفت ان القرد شكله كان قاعد بيتصنت عليها وبيسمع كل اللي بيقولوه، والصوت اللي بيسمعوه كان بتاع القرد. فدخلت الفتحات لحد ما نزلت للمكتب وقعدت تقلب، ولقيت شويه ورق، ولقيت ان جماعه فاصله الارواح اللي بيحكوا عليها طول الحلقه هي اختصار لكلمه جوبلين، وجوبلين هي فاصله الارواح. المهم مشاهد قالت للاطفال اكتبوا جوابات لاهاليهم لان احنا هنروح الرحله، وغالبا عايزه تبعت الجوابات دي لاهاليهم علشان ما يدوروش عليهم. بس لقيت الطفل روجر اللي بيكتب جواب للايرا وبيقول لها ان هو مسافر، فهي عرفت ان الجواب مضاد للكذب اللي كذبته على لايرا، فقامت خدتهم وحرقت الجوابات. فالانسه كولدير خلصت الحوار بتاعها وراجعه، ودي بدات تجهز في الورق، والتانيه بتقرب تفتح باب الاسانسير والروح بتاعتها بتقول لها تنجزي. هم مشات بتقرب ودي مش عايزه تنجز، وعلى اخر اللحظات وسسبنس بتقدر لايرا توصل للاوضه بتاعتها قبل ما هي بتيجي. تاني يوم كان في حفل كان كولدير عاملاه وفيها الاستاذ بكاري، وكان في واحده كده كل شويه تبص للايرا لحد ما قعدت معاها وقالت لها انا عارفه ان انت مش مرتاحه لكولدير، وبدات تقول لها معلومات عن ان فاصلين الارواح اختصار لكلمه جوبلين، وتقول لها ان لايرا اصلا من الجوبلين. فخلت لايرا اتصدمت، بس ما لحقوش يتكلموا لان كولدير اتدخلت وخلت بكاري ياخد المدعوه، ولايرا قررت اثناء ما هم مشغولين في الحفل تبدا تهرب. بالفعل مشاهد بتهرب هي والروح بتاعها اللي بيبدا يتحول لحيوانات، والاطفال بيتم تصنيفهم لذكور وبنات وبيتقسموا. لايرا وهي بتحاول تهرب بيتم اختطافها من شخص الروح بتاعته روح تعلى زي اللي خطف بيلي. لقد تم اختطاف لايرا من الجوبلين، بس ما تقلقش يا مشاهد لان الايجيبشن وصلوا ونزلوا فيهم ضرب لحد ما حرروا لايرا. الانسه كولدير ما سكتتش، جمعت السلطه التعليميه اللي هي عامله زي الحكومه كده وبدات تفتش في الجامعه كلها، تكسر في الكتب وتبهدل في الدنيا عشان تلاقيها. وعرفت من المدير ان هو اداها الساعه، قالت له ازاي تدي لها حاجه مهمه زي كده، فقال لها طب ما انت ازاي واحده مهمه زي لايرا تضيعها ما بين ايديكي، احنا متعادلين. ما زالت لايرا مع الايجيبشن وعلى مراكب الايجيبشن وتجتمع معاهم وعايشه معاهم، والقائد بتاع الايجيبشن ابو بنجامين قال لها ان انت في امان معانا ومش هنأذيكي، بالعكس انت لو عايزه تمشي هتمشي في اي وقت، بس الاحسن تفضلي معانا عشان نلاقي بيلي وروجر اللي انت بتقول انه مختفي. والحيوان بتاعها لما كان قاعد معاها قال لها ان كل مصلحتنا مع بعض سوا، كلنا ننظر الى هدف واحد. وكانت بتتعلم شويه طبخ مع الانسه بتاع الايجيبشن. بعدين قابلها راجل سمح طيب كده قعد يكلمها ويهديها، وقال كام حاجه مهمه، ان الحيوان اللي بيبقى مع البني ادم بيفضل الشكل بتاعه يتغير لحيوان الى اخر لحد ما بيوصل لسن الرشد وبيثبت على شكل معين زي الحيوان الروحي بتاعه قطه. فسالته الشخص اللي احنا خطفناه من الجوبلين قال اي حاجه؟ قال لها لا، ان بنجامين نازل في ضربه لحد دلوقتي لسه ما قالش. بعد ما الاستاذ بكاري خد الجمجمه واداها للهاكر يعرف له معلومات، قال له ان الجمجمه مش بتاعت شارلي بل بتاعت شخص كان ملازم في الجيش زمان وتاه في الشمال اللي هو النورس، ودي الجمجمه بتاعته. فبكاري عرف منه شويه معلومات عن مراته وعن عياله، وان مراته بتتعالج عند دكتور نفسي، وطلب منه انه يجيب له العنوان. ثم نرى بكاري بيبعت لحد حاجه. المهم بنجامين بعد ما خلص قال ان الواد بتاع الجوبلين ان هو ما عندوش اي معلومات غير ان الاطفال هينقلوهم ناحيه النورس الشمال، ومش عايز يقول اي معلومات. ولما بنجامين عرف من لايرا حوار الورق اللي في مكتبها اقترح ان هو يروح المكتب يسرقه، بس الجد خاف عليه وقال له ان انت ممكن تتخطف. المهم حكومه السلطه التعليميه وصلت وبدات تفتش المكان كله على لايرا، والامراه الايجيبشنيه تقول لهم طب وابني بيلي ما هو ضايع وكمان اشمعنى لايرا مش مهتمين بيها. ولايرا
مستغربه هي ليه مهمه بالقدر ده، وليه بالذات مدام كولتير بحته كل الناس دي يدوروا عليها، ومدام كولتير باين ان هي مأذيه نفسيا قوي. فلايرا وقفت مع المربيه الايجيبشنيه وقالت لها كل ده بيدور عليها ليه؟ انا مهمه في ايه؟ قامت احترفت لها ان مدام كولتير تبقى امها. مش بس كده لو الصدمه، ده كمان ان ابوها اسرائيل اتعرف على امها من زمان، وكانت امها متجوزه، فقاموا حبوا بعض وخلفوها. قام جوز مدام كولتير قال انا بتخان وحاول يقتل لايرا، فاسرائيل وقف له واسرائيل قتله، وقام خدها وهرب بيها علشان السلطه التعليميه قالت واحد بيدافع عن شرفه واسرائيل بيدافع عن نفسه، مش عارفين نحكم لمين. المهم حطك في مدرسه رهبان فقيره، ولما حصل الفيضان قام خدك من هناك عشان يوديك في الجامعه في مكان افضل واحسن. ومدام كولتير من بعد كده اتنبذت من كل الناس انها امراه خاينه. فعلا مدام كولتير مش شايفه قدامها، والبؤس ملاها لحد اخرها وهو والسكر، وعايزه تنتحر وتموت، والقرد خايف ما يروحوا هي كمان. بعد كده بنشوفها بتقعد تستهدى بالله وبتطلع شويه خنافس بيطيروا، وهتعرف لازمتهم ايه. المهم ابو بنجامين قاعد بيحفز الايجيبشن، ففي واحد منهم قال الله طب ما احنا لو حاربنا الجوبلي هيحصل مننا خسائر واولادنا احتمال يتخطفوا، انا احترض. فالناس قالت ايوه صحيح. فلايرا بدات تظهر وقالت انا خايفه دلوقتي، واكيد برضه اللي مخطوفين خايفين اكتر مننا، فاحنا مش هنسكت ونسيب اولادنا. فابو بنجامين قال لها سيب لنا الطلعه دي، نحن لسنا بجبناء وبطلب منكم انكم تتعرضوا للخطر. قالوا ايوه سوف نذهب للجزء الاعظم، ايوه سنقاتل حتى الممات، فاهم؟ والناس كلها اتحمست وقالت ايوه. المهم بنجامين بالليل ولايرا قاعده ماسكه الساعه بتحاول تفهم الرموز اللي عليها، وبنجامين مقرر مع الواد توني انهم هيروحوا للانسه جولدير يجيبوا منها الورق بتسلل، وطلبوا منها ما تقولش لحد. فعلا راحوا تسللوا من الاسانسير يا مشاهد ودخلوا بيت، سمعوا صوت وده غالبا صوت القرد بيحاول يسمعه، ودخلوا المكتب ويدوروا على الورق اللي لايرا قالت لهم مكانه فين، ولقوه فعلا، بس القرد كان بيبص وطلع لهم وعمل زيطه. توني حاول يهرب من الشباك والتاني بيجري خد الرصاصه اللي هو بنجامين. بدات جولدير تعزف الروح بتاعته وتقول له تحترف ومين اللي بعده، بس مرضيش، وهو بيتعذب اكتر عرف يهرب منها شويه، وقام قال لها انا مش هخون خالص الايجيبشن وانتحر. لايرا وهي وثقت خلاص في الجد قالت له ايها الجد انا مش عارفه البتاعه دي بتشتغل ازاي. قال لها انها نادره قوي، ودي الاجابات بتاعتها بتبقى في الرموز، وبتحتاج كتب كتير وعلم علشان تفهم الرموز والاجابات. فهي احبطت شويه ان ما عندهاش العلم ولا الكتب لان كده ملهاش لازمه، بس وهي قاعده بتلعب بها مشاهد وبطريقه او باخرى بدات تفهم الرموز، زي التعبان بيرمز للمقر، الشفشق اللي قدامك يرمز للمعرفه، خليه النحل بترمز كالعمل الجاد. وبدأت تفهم الرموز شوية، وبدأت فعلا الساعة تتفاعل معاها، وقامت سألتها بنجامين فين، فالساعة العقارب بتاعتها وصلت لساعة رملية عليها جمجمة، هي اللي فهمت الرمز وفهمت ان كده مات. طلعت تصوت وتقول ان بنجامين مات بنجامين مات، محدش صدقها لحد ما توني وصل للأخير وعمال يعيط ويقول انا كنت جبان وسبته، وبالفعل بنجامين مات. وتأكدوا والجد اتأكد وكان مستعجب. بعدين لما قابل ابو بنجامين وهو زعلان قال له اهم واحدة الوقت هي لايرا. قال له مهمة في ايه؟ قال له بتقدر تعرف الساعة من غير كتب، والاتنين مستغربين ازاي جالها المعرفه والعلم انها تفهم الساعه، ولكن قطعتهم شويه الخنافس اللي الانسه كولدير سابتهم، وعرفوا يجيبوا واحده والواحده الثانيه لا، ودي تبقى جاسوسه خنفسه جاسوسه هتبلغ بمكان لايرا فين. فكانت لايرا بعد ما مسكت واحده من الجاسوسات دي وهترميها، الايجيبشنيه قالت لها لا، ربما ده دليل ضدها ضد السلطه التعليميه يمكن تعمل فيها حاجه. المهم الانسه كولدير ومعاها بكاري وبيقول لها تبطل الشغل ده عشان السلطه التعليميه ما تقلبش عليهم، فهم بيتكلموا تجي لها الخنفسه اللي تعرفها فين مكان لايرا وتنتهي الحلقه. بتبدأ الحلقة بتوجه الإيجيبشن لقرية كده على قدها، بس ده لكذا سبب. أول سبب إنهم يرتاحوا شوية، والسبب التاني يحطوا في الفريق بتاعهم الساحرات يجوا يحاربوا معاهم، ومن ضمن الساحرات القيادة بتاعتهم ساحرة تسمى بليتريكس. فزي ما تقول كده مشاهد المقاول بتاع الساحرات أو اللي بيعرف يستدعيهم هم بقى رايحين له عشان يعرفوا فين بليتريكس. وفي نفس الوقت كان في ملاح حقير ليس له عازة كان موجود بيراقبهم من فوق، ورايح نفس القرية عشان في دب مقاتل يعتبر صديقه وجمايله مغرقاه، فراح يسد جميله من الجمايل. المهم فعلا وصلوا للراجل اللي هيوري لهم فين القائده بتاع الساحرات، وحكوا له كل حاجه وان السلطه التعليميه دي فاسده، وحكوا بقى الدنيا كلها الحلقات اللي فاتت. ما كانش مصدق ومش عايز ياخد بجديه، فتقوم بنتنا مطلعه له بوصله الحقيقه علشان يتاكد، فقال لها ازاي تقدري بتقريها وانت ما عندكيش العلم الكافي، وعلشان يصدق قام خدها لتحت وقال لها انا عايزه ببوصله الحقيقه تعرفي انهي رذاذ من الرذاذات دي اللي بتستدعى الساحره بليتريكس. فعلا بدات تشغل البوصله بتاعتها وتلف في البوصله والبوصله تجيب عنها، ثم تتوجه الى احد الرذاذات وتعرف انها الصح، ووش الراجل ينصدم بالجحود اللي بنتنا فيه، ويقوم يدي لها الرذاذ ويقول لها لو احتجتيها في اي وقت في وقت شديد انت محتاجه المساعده رش وهي هتجيلك. بعدين يا مشاهد بنعرف في القريه في دب قاتل
من المحاربين وكان قائد، بس الدببة التانيين حذرته ما بتحبش تتعامل معاه. ليه؟ هتعرف قدام. المهم اصبح دلوقتي شغال في اعمال المعدن والحديد وحداد. فرحت بنتنا تقنعه ان هو يجي يحارب معاهم، وبدات تقول له بدل ما انت جبان وعارف المكان اللي انت فيه تشجع وخليك معانا. فقرب منها بكل غضب وكان قادر ان هو يقتلها ويسحقها، بس ما عملش كده. المهم الملكه كولدير كانت رايحه للمكان بتاع السلطه التعليميه حيث هم موجودين، وراحت لاعلى راس وغالبا هتتجازى عن الاحداث اللي هي بتعملها والبلاوي اللي عملتها. بس قرب منها القائد واللي هو مصاحب الفازر ولا مش هنعمل لك حاجه، هناخد السلطه بتاعتك كلها وهنديها للفازر وهتصبحي حقيره من دون سلطه. فقالت له انها معاها كارت هتخليها تسافر بكره للشمال وانتوا هتبقوا موافقين وهتدونوا سلطه اعلى. الله الله، ده ايه الكارت ده؟ قالت لهم انا مسكت اسرائيل بمساعده الدببه، وانا نعرف يا مشاهد ان الدببه بيساعدوها ولها سلطه عليهم، بس بتقول لهم ان انا مش هسلمكم اسرائيل كده بالسهل، لا لازم تسمعوا كلامي، وهو انكم تخلوني اجرب بوصله الحقيقه اللي عندكم. عايز اسالها سؤال. المهم بنتنا مع الجد ويبدا يحكي لها ان بيلاتريكس وهي قائده الساحرات دي كانت حبيبته من زمان، وكانوا بيحبوا بعض وخلفوا طفل، والطفل ده اتقتل، ومن ساعتها بيلاتريكس الجنون قادها انها عايزه تدمر المدينه اللي كانت فيها، يمكن ده يطفي نار ابنها اللي مات، وهو كان عايز يعيش بسلام، فعلشان كده افترقوا. المهم نرى الملاح الحقير الفقير ماشي دخل للحانه وبدا يتخانق مع كل اللي موجودين وعايز يعرف فين مكان الدب. بس انا بعد ما ضرب واتضرب وازاز وضرب بالشلاليت وشويه قتالات اتضرب في الاخر يعني واتطرد، بس عرف يسرق منهم كام حاجه. المهم كولدير وصلت الى بوصله الحقيقه، واللي هناك بنشوف في المكتبه كتب شديده وواحد بس اللي بيقدر يقراها في المملكه كلها، وده يبين الصعوبه. مش بنتنا اللي بتقدر تعرف بالسهل، توجهت للبوصله وسالتها سؤال: من هي لايرا؟ فاللي قدامها استغرب: انت اللي بتسالي السؤال؟ دي بنتك. قالت له اسال، بس ما جابولناش الاجابه. المهم بنتنا توجهت الى الحقير الملاح ماشي وقالت له ان انت عارف الدب فممكن تساعدنا انك تخليه يقنعه انه يحارب في صفنا. فاستصغرها: انا ما بكلمش عيال. وبدا يكلم الجد الكبير، فالكبير قال له انا اصلا باخد التعليمات منها، هي القائده. فبص كده بكل فخر: ها طب مش هكلمك بقى، وسابته ومشي. والجد برضه وهو ماشي مع صديقه ومبهورين بلايرا والقوه بتاعتها وانها تقدر تقرا بوصله الحقيقه، بيلاقوا الحيوان الروحي بتاع مين؟ بتاع الساحره اللي كانت حبيبته القائده، بتيجي وبترمي عليه السلام، ويبدا يحكي هم عايزين يجيبوا الاطفال واللي بيتخطفوا وبتاع. المهم الروح بتقول لهم بيلاتريكس هتمشي وراكم في الطريق اللي انتوا عايزينه وهتساعدكم. المهم الملاح الفقير الحقير بيروح للدب ويبدا يقنعه ان انت ازاي تشتغل عامل، ده انت كنت محارب وجامد وانا عايز انقذك واجيب لك الدرع بتاعك. بس يقول له لا، وان انا عملت حاجات شايله الشرف من عليا ان انا اعمل اي حاجه. فيقول له ان انا مش بحكم عليك ولا انتقدك. قال له انت حقك تنتقدني على الاعمال، هنموت ونعرف ايه الاعمال اللي عملها. فتوجه الملاح لظابط تبع السلطه التعليميه، بس ظابط فاسد بياخد رشاوي، وقدم له وثيقه ان الدرع اللي انتوا صادرتوه ده بتاعي في الاساس، كنت انا راهنت الدب وخدته منه. قال له لا، هناك لائحه بتقول ان انت حتى ما ينفعش تاخد الدرع، واللائحه دي هو واخد فلوس عشان يقولها. قلت لك فاسد. فقال له عار عليك ان انت تستعبد الدب بالمنظر ده، وسابه ومشي. المهم مشهد كولدير بعد ما خدت الاجابات بتاعتها كانت ماشيه رايحه فين هتعرف قدام. طب الاجابات لا مش هنعرف دلوقتي. المهم من الوقفه بتاعت بنتنا واللي حواليها بنعرف ان تهمه الدب انه كان سكران وهاجم القريه بتاعته، فعشان كده اصبح منبوذ. فقالت له لا بس احنا محتاجين المساعده، وكمان شغلت بوصله الحقيقه، والبوصله قالت ان هو مش سكران بمزاجه، بل ان السلطه التعليميه هي اللي اجبرته، علشان هو مشاهد كان هو ملك الدببه، فالوقت ما بقاش الملك، بقى واحد مكانه. بس برضه كان رافض ان هو يحتاج المساعده بتاعته. فليرا سابتهم. المعلم بكاري راح للواد بتاع بوصله الحقيقه بتاع السلطه التعليميه وقال له انا عايز اعرف كولدير الاجابات. رفض. فبين ان بكاري بيهدده بسيديهات وبيهدده بحاجات، وقال له لازم اعرف يا اما هفضحك. فالتاني كان خايف. المهم مشاهد ليرا بنتنا وهي قاعده بتفكر يا ترى اعمل ايه عشان الدب، فتفتكر الملاح الحقيقي وتروح له لانه كان بياكل بعضه اللحم المقدد. راحت خدت واحده وبدات تقول له ان احنا محتاجين الدب، وعرفت ان السلطه التعليميه هي اللي خدت الدرع، وعرفت ان كمان الدرع ده يعتبر غالي عليه قوي كالحيوانات المقدسه بالنسبه ليهم. بس المشكله مش عارفين الدرع موجود فين بالظبط، فقالت سيب لي انا الحته دي، وسرقت حاجه من الطعام وقامت جري. المهم مشاهد وصلت لمكان الدب وشافت معادن كتير وحاجات كتير. الله، طب ما تصنع لك درع بدل اللي عمل لنا صداع بيه. قال لها ان الدرع بتاعه مصنوع من الاجرام، اقوى ماده. فتقدمت بخوف وقالت له انا عارفه الدرع بتاعك فين. فاستهزأ بيها، وانت هتعرفي منين؟ فورت له بوصله الحقيقه، ومن هنا قال لها انا معاك في اي حاجه قصاد ما تجيبي لي الدرع. وشغلت البوصله وقدرت تعرف ان المكان بتاع الدرع في سرداب الكنيسه. هو سمع من هنا مشاهد محدش عارف يوقفه، بيجري وبيخوف الناس كلها، وهي تحاول توقفه وبتنده عليه بالاسم وهو مش شايف قدامه، لحد ما يوصل للكنيسه وحاطط في دماغه الدرع. وصل فعلا ودخل.
والجنود بتاع التعليميه وصلوا وعايزين ان هم يضربوه، بس بيشوفوا واحد بيترمي من فوق وباين كده ليه انه حصل عدل، ويطلع الدب بالدرع بتاعه بكل كاريزما. كل اللي موجودين بيبقى خايفين انهم يهاجموه، بس بيضربوا اول طلقه ما بتفيدش، ويبدا الدب ان هو يهاجمهم كلهم، بهدلهم يعني بهدله جامده لحد ما وصل لظابط المرتشي وكان على وشك انه يقتله، بس فضلت ليرا تتوسل ان هو يسيبه حي وان ده مش طباعه انك تقتل حد، فسابه فعلا. والملاح قام استهزأ بيه وتوجهوا لرجاله الايجيبشن، وكده ضموا الدب معاهم ومتوجهين ناحيه الشمال للجوبلين عشان يحاربوا. والقائد بتاع الايجيبشن لما شاف الدب ما قدرش يرفض. اما الملكه كولدير وصلت لكهف وبتكلم حد وهو رئيس الدببه الحالي، تشكره انه مسك اسرائيل، فبتطلب انه يسلمه. قال ان هو خلاص بقى ملكه ومش هسلمه، فحبت تعرض عليه حاجه مقابل انه يسلم لها اسرائيل. قال لها ان انا ملك بتاع الدببه، اي حاجه انت هتطلبها ده انا ملك مش محتاجه. قالت له هعينك في السلطه التعليميه ومفيش دب قبل كده اتعين فيها. فجاب ورا وقال لها انت محتاجه ايه يا ملكه؟ قالت له انك تفضل محتفظ بيه وتبوظ كل الابحاث بتاعته والمعمل بتاعه. الله ضن. وقالت له اعتبر نفسك في السلطه التعليميه ضن هو كمان. ونرى ما قبل الحلقه تنتهي، الرجاله بتاعتنا لما نفسها ورايحه للحرب ومش هاممها، الإثارة كلها بتبدأ من هنا ومشاهد، وأنا أنهي الحلقة معا لاستكمال قصتنا واستكمال الرجالة في المشوار بتاعهم. المهم كان في راوي في بداية الحلقة بيقول إن بنتنا فتاة النبوة، مش عم الراوي ده احنا عارفينه، وقام قايل ولكن هناك شخص موجود في النبوة وقدر فتاة النبوة لن يكتمل إلا بوجود هذا الشخص، وده هنتعرف عليه في الحلقة. فليرة وهي ماشية، الله أنت نايم كده ليه؟ أنت لا بتحمينا ولا بتمشي معانا، مش المفروض تستخدم البالون بتاعك وتطلع فوق تشوف الأرجاء؟ قال لها النسر بتاع الساحرة بيشوف وانا عندي تهتك في العظام بتاع رجلي فمش قادر. بكاري اصبح بيراقب بيت الراجل اللي عرفنا عنه المعلومات جوني ومراته المريضة نفسيا. المهم ابو بنجامين بيستفرد بليرة على جنب يقول لها اسأل لنا بوصلة الحقيقة عن الحراس اللي بيحرسوا حقل الشر، وحقل الشر هما المكان المتوجهين ليه اللي بتخطف في الاطفال. فشغلت البوصلة بتاعتها وقالت في 60 جندي محملين بالاسلحة من فرقة الترترين. بس غير كده مشاهد بدأت تشوف رؤية وكأنها داخله البيت وفي شبح في المنزل في منطقه اسمها مستعمره الصيد. فضلت تقنع الجد العجوز انها تروح مستعمره الصيد تشوف فيها ايه لانها بتثق في بوصله الحقيقه. قال لها ان انت كده بتاخرينا عن المهمه بتاعتنا، وغير ان المراه الايجيبشنيه مش هتوافق. راحت لها جري تطلب منها تروح لمستعمره الصيد تشوف فيها ايه، ولانها بتثق قوي في بوصله الحقيقه فعارفه انها هتلاقي حاجه مفيده. المهم بنشوف ويلي، وويلي هو ابن الست المريضه نفسيا وابن الراجل اللي كان مات، وده ولد بيتنمروا عليه كلهم في المدرسه، وما زال بكاري مع اللي معاه بيراقبوها لحد ما بكاري طلع لها وقال لها ان انا عارف جوزك وكنا اصدقاء مع بعض. قال له هو راح فين صحيح؟ وعمل نفسه انه اتصدم لما عرف انه ميت من 12 سنه. المهم ويلي في تدريب الملاكمه بتاعه والولد عمال يضربه ويهزق فيه ويتنمر عليه، ولما ام ويلي جت علشان تحذر ابنها من بكاري اللي بيراقبهم الواد استغل ده وفضل يتنمر عليه ويقول له امك مجنونه وامك واخداك في كل مكان وانت الطفل المدلل لامك. فحصلت خناقه وهي سابتهم ومشت وبدات تعمل حركات تبين فعلا انها مريضه نفسيا. المهم في قعده صفا ولايرا قاعده مع النسر بتاع الساحره وبتقول انها عايزه تدور على ابوها اللي مسجون، فالنسر قال لها انه اتسجن بسبب الحوار بتاع داست والعالم الموازي اللي موجود في السما ده، فدي كلها اسباب تخليه ان هو يتسجن. الساحره بليتريكس راحت لزوجها وقرة عينها واللي اتصدم اول لما شافها بنظره اشتراك. قالت له انا جيت اول لما انت طلبتني، ففاجئها بكل رومانسيه الله انا ما طلبتكيش، انا اصلا محتاج مساعدتك للحرب. فاتحرجت وقالت ما اقدرش ان انا اقدم المساعده قوي علشان احنا الساحرات ما احناش متماسكين ومتحدين وانت مش لازم تدور على الاطفال. ففكرها بابنها وان رجولته بتسمح له لو في اطفال بتتاذي انه لازم يساعدهم. وقبل ما تمشي قال لها ان انا عمري ما نسيت تفكير فيكي ولا تفكير في ابننا، وتفرقوا المحبان في دمعات من الحزن وشغل انت كده مالكش دعوه بيها ومشاهد نكمل الحرب. المهم يعني قالت له النسر بتاعي معاك اي ما يحصل اي حاجه انت ايه النسر هيبقى موجود وانا موجود. لقد وافق ابو بنجامين على ان بنتنا تروح لمستعمره الصيد والدب قال انا اللي هاخدها وهحرسها بحياتي. وفعلا توجهوا هما الاثنين وفضلوا يجروا في الجليد. ام ويلي مع ويلي قعدت تقول له انت واخد كتير من ابوك، لا خلي بالك بتعرف تطبخ زيه ماشي، وعندك الحنيه بتاعته والسنس انتوا الاثنين شبه بعض. طيب بعد كده بدات تقول له ان انت لازم تاخد الولايه بتاعته وتكمل المسيره بتاعته. فهو استغرب وابويا صلاح الدين ولا ايه المسيره بتاعت ابويا؟ وفجاه قالت ان السجاده اتحركت من مكانها وبدات تقول ان في ناس دخلت البيت. هو طبعا المشاهد عارف انها مريضه نفسيا فربما بتتوهم، ولكن تحس ان ده حقيقي. وبدات تجري عند مكان وتطلع منه جوابات وعرف ان الجوابات ده من ابوه، ولما طلب انه يقراها رفضت. المهم وصل بنتنا والدب لمكان يستريحوا فيه وكانت متدفيه في الفرو بتاعه، فحس انها بتستغله. فلما قالت له انها تشعر بالبرد كان قلبه اكبر
اكبر من جسمه. خلاص خليك يا بنت صعبت عليا. وبدا يحكي لها ان هو قتل دب تاني من المملكه اللي كان بيحكمها، فتم نبذه بسبب ان ممنوع الدببه تقتل في بعضها، وقد تم تجريده من الملك ومن العيله بتاعته، وحاجه كلها حزن. ولايرا ما كانش ناقصها نكد، فكملت في النوم. ويلي قعد يدور على امه وما لقاهاش، انها الفرصه السانحه ان انا اشوف الجوابات. الله امي ده انا بس بتمشى كده. قالت له لو عايز تقرا الجوابات اقراها. فبعزه نفس لا لا ما هقراش، وسابها ومشي. الاتنين بالليل وصلوا للقريه بتاع مستعمره الصيد، وقالت له لو انت خايف بتعمل ايه؟ قال لها انا بسيطر على الخوف بتاعي. ففضلت واخده الكلمه لحد ما وصلت وقالت له في الرؤيه بتاع البوصله كنت انت مش موجود، خليك يلا هنا. وبدات تتقدم بخوف وبتردد كلمه حين اخاف اسيطر على خوفي. ترددها يجي 4 مرات وتتقدم، والروح بتاعتها تقول لها انا خايفه ومش عايزين نقدم، احنا ايه اللي جابرنا؟ وهي تقول انا اثق في البوصله. تقدمت بنتنا ودخلت، فتجد الصدمه انه بيلي الطفل المفقود. بس المشاهد ما بقاش يسمع الكلام منها وحاسس بتلج، حتى الروح بتاعته مش موجوده الحيوان. فبدات تاخده جري هم الدب لحد ما راحوا ووصلوا للمكان بتاعهم، واديته لامه الايجيبشانيه وكانت هتتقدم. بس الباحث الحقير قال لها لا، لو حتى هم بيحبوكي فمش عايزينك تبقي موجوده في وقت زي ده. والدب كان عنده شويه مشاعر بس ما بيحبش يعني يظهر المشاعر، عنده تراست ايشوز، فسابهم ومشي. والام حاضنه ابنها وقرة عينها بيلي وتقول له ان انا هعمل لك كل اللي انت بتتمناه والاماكن اللي انت عايز تزورها، وهو ولا كانه موجود ولا اصلا سامعها. وبعد عياط ونحب كتير مش مهم، احنا خلينا في ام ويلي اللي متاكده وشايفه انه ناس بيراقبوا ابنها. المدرس بكاري اصلا مع الواد اللي بيجيب له المعلومات وبيقول له انا عرفت معلومه مهمه، انه جوني اللي مات قبل ما يموت باشهر قام ساب في البنك مبلغ كبير، والمبلغ الكبير بيبعت بيه مبالغ اصغر كل شهر لمراته. قال له المبلغ ده قد ايه؟ مش مهم، انت بتدقق في حاجات تافهه. المهم ان هو كان عارف انه هيغيب لفتره كبيره، فعلشان كده ساب لمراته فلوس، لربما يكون راح المكان اللي فيه ضغط. وهنا مشاهد يلمح هذا الباحث ان يكون جوني ما ماتش بل راح المدينه اللي في السماء. الباحث بيصحي بنتنا وبيقول لها ان بيلي مات، وهي تتصدم وتقول انه ربما يكون مات من السقعه والتلج والمشي اللي مشي لحد ما يوصل للقريه بتاع مستعمره الصيد. طلعت البنت وهي شايفاهم قبل ما يودعوه ويحرقوه، وكان حزن من القريه كلها وهم بيقولوا عليه الترانيم. كل ده نكد ما نحبوش. ويلي وهو نايم كانه بيشوف رؤيه او بيشوف حاجه مش مظبوط، مش مهم برضه. الرجاله بتاعتنا وهي نايمه في المخيمات بتاعتها ومنهم بنتنا. المهم بيبدا 2 غاربين يبداوا يشوفوا اللي بيحرسوا المخيم ويقتلوهم. كان في واحد طالع كده كان مزنوق مشاهد مزنوق، والحيوان الروحي بتاعه موجود، قاموا قتلوه والحيوان اختفى. فبنتنا سمعت صوت فطلعت تشوف هو فيه ايه، فيجوا من وراها ويضربوها. وبعد مده نبدا نشوفها انها مسحوبه المكان، مكان جليد وفي ناس بتتكلم بلغه مش انجليزي بل اقرب للروسي، وفيهم واحده وبتتاكد من عمر لايرا هل هي كبيره ولا صغيره. ولما شفت ان الحيوان الروحي بتاعها لسه بيتحول ما هو ثابت، عرفت انها مش في سن الرشد وانها دي تنفع، ووديتها في مكان، والمكان اللي فيه طلبوا منها انها تقلع اللبس بتاعها، هتلبس لبس اللي الروح بتاعتها قالت لها ده نفس اللبس اللي كان لابسه بيلي. وهنا اكتشفت انها في حقل الشر وان ده المكان اللي بتخطف فيه الاطفال. وتنتهي الحلقه. بتكمل المغامره بتاع بنتنا وهي داخله المكان بكل رعب ماشي، وشايفه الاطفال وشكلهم متغير. حتى صديقها ما رضتش تقول ان اسمها او ترضى تروح تتعرف عليه، بل عملت ان هم مش عارفين بعض، وبعتت الروح بتاعها يقول له الكلام ده عشان ما تلبسهاش في الحيط. بعدين في بنت بريئه بنضارات جت قعدت جنبها، بعدين في واحده جت مش بريئه ومش بنضارات وجت قالت عايزينهم منضارات، وتبين على البنت انها خايفه ومرعوبه من المكان اللي هي رايحاه. وفعلا فضلوا واخدين البنت لحد ما دخلوها الاوضه، وتسمع صرخاتها في عز انبهار المدام دي وهي قاعده تسمع. المهم مشاهد خدوا بنتنا قعدوا يصوروا فيها، بس هي كانت حوطه ولماحه، وقالت انتوا بتعملوا كده عشان تشوف عليها ديست ولا لا؟ طب معليش. فهم استغربوا انت عرفت الحاجات دي منين؟ فمش مهم ما ركزوش، فنزلوهم تحت عشان يجمعوهم ويعدوهم والاسامي بتاعتهم. وهي اختارت اسم غريب قالت ان اسمها ليزي. فبعدين استغلت الوضع وبدات تضرب فيهم وخلت كل العيال بيلعبوا وهي بدات تهرب هم وصديقها. وانما مش هروب، كانوا بيستكشفوا المنطقه ودخلوا الاوضه يشوفوا فيها كل الحيوانات الروحيه بتاعت الاشخاص اللي اختفت، وباين على الحيوانات انها ما بتتكلمش وما بتنطقش وكانها مصدومه، الا المكان بتاع بيلي ملقوش الحيوان. فهنا روجي عرف ان بيلي مات. صدمتك صح؟ فضلوا مكملين لحد ما وصلوا للاطفال المحبوسين اللي اتاخدت منهم ارواحهم. المهم مشاهد كان في دكتور يشعر بالذنب على الاطفال وبيقول احنا عمالين نجرب عليهم فعلا عماله تموت من ايدينا، ولحد ما نوصل للتجربه او الحاجه اللي احنا عايزينها في كتير هيموتوا. قالت له مش مهم، المهم كولدير هتبقى فخوره بيك. وعرفنا برضو من كلامهم ان كولدير جايه وعلى وشك الوصول. ويلي قاعد بيسمع التسجيلات بتاعت ابوه ولكن ليس له اي اهميه في هذه الحلقه ولا حتى بجنيه، التركيز كله على بنتنا اللي فعلا قاعده بتبص حواليها
ومين بقى اللي بيجي؟ الآنسة كولدير، وبتقول انا عايز اشوف تجربة بتحصل على الاطفال قدام عيني، مش هسمع بس. المهم بنتنا لايرا جمعت الاطفال وقالت النهارده وقت الهروب، بس محتاجه منكم ان انتوا تخفوني. خدوها على محمل عدم الجد، فقالت لهم طب كولدير بقى امي، فاهم؟ حسوا ان هو كلامها بجد وبداوا يخبوها، وكولدير تدخل لجوه، وهي كانت مستخبيه تحت السرير وماسكه نفسها بالعافيه، والقرد عمال بيدور حوالين السراير، وكولدير بتتكلم في امور تافهه، وبنتنا على وشك ان هي تتكشف، وهو القرد عمال يدور في المكان، بس ربنا ستر وكولدير خرجت بالقرد بتاعها. اولادنا والرجاله بتاعتنا لسه بتجمع في الاجهزه بتاعتها للوصول الى حقول الشر لاجل انقاذ لايرا. المهم لايرا برضو بتدي الرجاله الخطه وبتقول لهم اول ما اضرب جرس الانذار كله يبدا يجري، ولسه ما كملتش وتقوم الدكتوره تطلبها، وهي شايفه الاطفال كلهم بيبصوا لها برعب وكانها رايحه للموت بتاعها، وهي خايفه، فكانت هتجري وتهرب منهم، بس مسكوا الحيوان بتاعها لحد ما اغمى عليها، فبداوا يدخلوها للاوضه وكأنهم بيحطها في آلة معينة. ولما بدأت تحس ان الامور دخلت على الجد قوي بدأت تصوت وتقول ان كولدير تبقى امي. طبعا الدكتور كان سامعها واستغرب اصلا هي عارفة الاسم بتاع كولدير منين، فحس ان كلامها بجد. وكولدير بدأت تحضر التجربة، بس بدأت تسمع صوت بنتها وهي بتقول لها انقذيني يا امي، واول مرة تنطق امي، فاتصدمت ان بنتها موجودة وهيحصل عليها التجربة، وقامت بكل خوف وقفت التجربة قبل ما تبدأ، واتصدمت لثواني ان بنتها كان هيحصل فيها كده، وبدأت تحنحن بقى على البنت، تحط لها في مشروبات وتقول لها اسفه وما كنتش عارف ان انت موجوده هنا، واعدك الا يحدث اي ضرر لاي شخص. ها طب ما بيلي مات، فقالت لها انها هتجازي كل المسؤولين. ها طب ما انت المسؤوله، وما تجيبها يمين شمال تحاول ترتب فيها وتدلع فيها، ودي برضو مصدومه، شايف انت الرياكشن ما راحش من وشها، لحد ما امها قالت لها خلينا في الجد، هو الملجأ كان اداكي بوصله ملهاش لازمه تعرفهاش فين. فبنتنا بدات تبقى مطيعه وقالت لها انت انقذت حياتي. امها خديها، بس كانت مقفوله، فبدات الام تاخدها وبتحاول ان هي تفتح فيها وهي مقفوله جامده وموصده، بس اول ما فتحتها لقت الخنفسه ضربت في وشها، ولايرا بدأت تهرب وتقفل عليها الباب. فضلت تجري لحد ما شغلت جرس الانذار، وقامت راحت للاطفال انتوا تهربوا انا هروح اجيب اللبس، وانت لا روجي هتروح تجيب العيال المصدومه. حاول يفهم طب انا هقنعهم ازاي، انت ليك اساليبك. فراح عامل زي البطاطسايه ومش عارفه يقول لهم ايه، وهي راحت تجيب اللبس بس اتقفشت. ملحوظه مشاهد، وما بتقول لها ان التجربه فصل الارواح ده حاجه حلوه للناس. ليه؟ لان اول لما توصل لسن البلوغ والرعب بتاعتك بتاخد شكل معين، هي اللي بتجيب لك مشاعر الرعب او الخوف او الحزن، وهي اللي بتحط المشاعر اللي مدمره كمشاهد بعد الساعه 1. فالتجربه عايزه تفصل الروح عشان ما يبقاش عندك مشاعر. قالت لها لما هي الدنيا سهله كده خفت عليا ليه لما حطوني في التجربه؟ قالت لان احنا لسه في التجارب الاوليه، اول ما بسم الله ما شاء الله ما نثبت في الموضوع والموضوع يمشي زي الفل اكيد كلنا هنشيل الارواح بتاعتنا. المهم لما مسكتها المربيه وبين ان الروح بتاعتها مشت واصبحت بلا مشاعر، ولما لايرا ذكرت لها اسم الروح بتاعها مرتين البت اتصدمت وسابتها. المهم روجي بكلام عار ماشي يعرف يقنعهم. لايرا بنتنا راحت للجهاز ومقرره انها تفجره، بس مش عارفه ازاي، ولو انت مش عارف اهبد، ودي اللي بدات تعمله، تهبد على كل الزراير. وبالفعل الاله جالها ايرور، بقت مش عارفه تعمل ايه وتبدا تكسر في نفسها وتدمر في المبنى اللي حواليها. ولايرا حست انها تنفجر فبدات تجري، فعلا جرت ولقت الباب بيتكسر اصلا، وقاربت على الوصول فيحصل انفجار. كولدير تحاول الهروب وفعلا عرفت تهرب من المخرج بتاع الهواء، والعيال لسه هتهرب الدكاتره وقفوه، بس اتضربوا ضرب بسبب الرجاله بتاعتنا وصلت. والدكتور حاول يعمل فيها بريء، قالت له اتتذكر بيلي، وقامت قطمت دماغه، واللي ياخد بالطلقه ويموت. وعرفوا يخرجوا الاطفال، والدب بتاعنا وصل وبدا يشقلب فيهم، واصبحت مكان كله ضرب انت فاهم وكله نكش والناس بتطحن في بعض. فهنا يا مشاهد بتيجي الساحره، وفهمته ثانيه بتكون مخلصه على معظم اللي موجودين، ما خدوش دقيقتين في ايديها. وكولدير تشاهد ببكاء، ما انت لو راجل اطلعي خلي الساحره تعمل منك بطاطس. والجد بيشوف بنظره فخر وحزن على البت اللي بيحبها. بدا الملاح ياخد الدب وياخد لايرا وروجي، ليه بقى؟ رايحين ينقذوا ازرائيل ابوها، ما هو خلاص نقذوا الاولاد. فعلا يا مشاهد بداوا الرحله بتاعتهم وبداوا يطلعوا، وكانت الساحره مع الملاح الحقير وقالت له متخيل يا عار انت بقيت مسؤول عن فتاه النبوءه اللي المستقبل بتاعها هيبقى مظلم ومنيل، بس انت المسؤول عنها. فحس بالفخر، ولا انا كنت بعمل كل ده لاجل الفلوس، بس انا ما خدتش فلوس، انا خدت حب. لقطه كليشيه بس ماشي. الايجيبشن ولادنا قالوا الاطفال دول متغيرين، لو وديناهم لاهلهم ممكن ما يقبلوش بيهم. قالت احنا الايجيبشن الاصل والجدعنه، واغنيه احنا المصريين اشتغلت وراهم، وقالت احنا اللي هناخد الاطفال نربيهم. ولادنا وهم سايقين بالليل ولوحدهم في السماء في الظلام ومفيش غيرهم وصوت الهوا بس، ويبدا يشوفوا البوصله عماله تتحرك بسرعه، والحبل عمال يتفك لوحده، وفي حاجات موجوده
فيطلع يشوف ما يلاقيش، يبص ما فيش. الدب بتاعنا اول ما بص عرف ليه، كأن في كائنات، ودي المفروض كائنات بتبقى في الاماكن العاليه. فعلا بدأ يضرب طلقتين وبدأ يضرب عليها نار، قال لك اختفى. بس في حاجه بتظهر من تحت، ودي اللي تبوظ المنطاد لدرجه ان بنتنا كانت هتقع. وبيحاول الملاح ان هو يساعدها على انفاسها الاخيره، وبيساعد لحد ما بنتنا ما بتقع مشاهد وبتموت. مش عارف بقى بتموت ولا لا، عشان هندخل على الحلقه اللي بعدها نعرف. نكمل احداث المسلسل العظمه. تبدا الحلقه بغضب وشرار طالع من عينين كل دير على الحاجات اللي عملتها وضاعت، وبتبقى متبقيه البت اللي هي من غير مشاعر بس، ولا فارق معاها حاجه، وحتى مش سايبه المكان. وبتقول لها بضحكه سمجه اعمل لك ايه علشان تبقي سعيده؟ طب تعالي انت بقى علشان انت مضايقاني بطول المسلسل. وبدات تخنقها، بس في الاخر تماسكت مشاعرها وقامت سابتها. بنتنا بعد وقع من على ارتفاع ال1000 قدم تكتشف انها البطله بتاع المسلسل، فمش هيجرى لها حاجه. فيجي لها دب من الدببه ويأسرها وياخدها ويوصلها للمملكه ويرميها في السجن. اما المعلم بكاري فده قاعد بيتفرج على الفيديو لجوني اللي بيقول فيه ان انا سوف اترك ارث او رسائل، فعرف ان هو سايب رسائل حاليا. بنتنا وهي مفكره انها لوحدها في الزنزانه تكتشف انها معاها واحد، والواحد يبقى صديق ابوها. ولما بتسال على ابوها بيقول لها انه كان مكانك سبحان الله من سنتين بس مشي. وبدأ يديلها معلومات عن القائد بتاع الدببة بتاع دلوقتي. ملحوظة، الدب صديقها بقى اسمه يوريك، وقال لها ان القائد بيحب انه يكون بشري او بيتمنى انه يبقى عنده قرين. ملحوظة، القرين الروحي بتاعت البني ادمين. وقعد يكلمها في حاجات تافهة، بس انا جبت لك في اهم حاجة هي ركزت فيها. وقال لها ان اكتر حاجة هو بيكرهها يوريك. طلبت انها تروح للقائد وقالت له انا ليا اخبار لك ليوريك. طبعا هو بيكره السيرة، فأول لما سمع غضب وطلب من الكل يخرج. وقال لها قولي. قالت أنا القرين بتاع يوريك. استغرب، هو الدببة أصلا ملاش قراين؟ قالت لا، إن كل دير كان عاملة بتاع اسمه فصل الأرواح، وعلى جنب كده فرع بتصنع أرواح أو أقرن جمع قرينين للدببة. بنت اللي ما قالتليش على الحوار ده. وقامت قالت له انا اقدر اكون القرين بتاعك، وعلشان انا بحبك الواد يوريك بيحاول يجي دلوقت علشان يحاربك على السلطه، فانت بقى لو قتلته انا هبقى القرين بتاعتك، وكمان انت بادر بالفكره دي قبل ما هو اللي يبادر بيها. فبدات تضحك عليه، فهو برضه مش مصدقها. طب انا اللي يثبت لي ان انت قرين. قامت قالت له اسالني اي حاجه وانا هجاوب عليها. قام سالها وقال لها انا مين اول واحد قتلته؟ فقالت له مش عارفه اجاوب قدامك هتحسد. فخدت لوحدها ركن علشان تجاوب فيه، وسالت طبعا الساعه، وعرفت من الساعه ان يوريك بيقرب وانها لازم تثق فيه. وعرفت الاجابه وقربت منه وقالت له سيدي مولاي ما كنتش عارفه ان انت عظيم كده. فقال انت شكلك بتاخد وقت وما انتش عارفه الاجابه. وقالت له انت اول واحد قتلته كان ابوك، فكان لازم انا اطبل لك علشان انت عظمه، ده انت بتقتل ابوك. المراه المريضه نفسيا، وكل شويه بكاري يجي ويهددها ويخوفها ويبث اليها الرعب، ويقول لها ان ممكن يكلم السلطه تاخد منها الطفل بما انها مش متزنه نفسيا، الا بقى لو انت جبت الرسائل. بس هي رافضه وطردته. لايرا لسه موجوده ومستنيه اللي يوريك لحد ما وصل وبيطمن عليها. فقالت له انا اسفه شكلي لبستك في قتال، وحكيت له. فقال لها ان هو ده المطلوب. وبالفعل يبدا القتال، والدببه الاتنين يوريك والقائد ينزلوا ضرب في بعض وبيقاتلوا في بعض لحد ما يوريك بيقع وغالبا شكله على وشك الموت. فبنتنا بتحاول تحميه، فبيعرف القائد ان الكلام كله كان كذب وبيبقى رايح عشان يقتلها. فيوريك بيقوم وبينزل عليه. هي طبعا بتخاف من الصوت وملهاش في الاكشن ده، فبتقفل ودانها لحد في الاخر ما يوريك ما بيقتله، ويصبح هو الملك الجديد للمملكه ويجتمع بيها. ولا من النهارده انت مش اسمك لايرا اسرائيل، لا انت من النهارده لايرا يوريك، واي حاجه في المملكه تحت قيادتك. الابن ولي الام بتروح له بتحاول تقول له كل اللي بيحصل، بس المره دي ما بيشكش في مرضها النفسي بل بيصدق امه، وبيتاكد فعلا ان في ناس بتطارده. يوريك بيقول للباقي الدببه من اليومين دول ما فيش حرب، هنعيش في سلام، وبيقوم ياخد بنتنا ويذهب لروجي. اما الملاح ما نعرفش مكانه فين، فهي بتسال بوصله الحقيقه اين مكان الملاح وهل هو بخير او لا. بس بتعرف من بوصله الحقيقه ان السلطه التعليميه وكل اللي فيها والجيوش هيجوا هنا. وبالفعل كانوا بيظبطوا نفسهم علشان رايحين للايرا وللدببه بعد ما عرفوا ان القائد التاني مات اللي ساجن اسرائيل واللي بيهدد عليهم بحوار الدست. اما ولي قام خد امه ونقلها خالص من البيت اللي هي قاعده فيه ووداها عند صديق، وزبق هو بالليل يتسلل ويجيب الرسائل. ودخل بس بيسمع اصوات ان في ناس موجوده في البيت فاستخبى. فالواد الباحث او الهاكر كان هيمسكه بس خاف ووقع ونزل ميت، وهو هرب بس ما رضيش يرجع على امه علشان ما يحطهاش في خطر اكتر وسابها ومشي. الملاح بعد ما وقع ما هوش عارف هو فين، بس الساحره بتظهر له وبتحكي له كل حاجه وبيفرح قوي. بتقول له استعد ده انت داخل على حرب اكتر، وبتديله المسدس بتاعه اللي كان وقع. الدب بيفضل يجري فيه الجليد ببنتنا وروجيك صديقها علشان يوصلوا لاسرائيل، وبالفعل بيوصلها. بتبدا تدخل، واسرائيل اول لما
ما بيشوفها بيفضل يسأل ايه اللي جابك هنا وجيتي ليه، وكأن في حاجة هي هتبوظها او الخطة بتاعته باظت. بس حاله يتشقلب 180 درجة لما يشوف طفل تاني معاه اللي هو روجي، ويبدأ يعاملهم بلطف وضحكة خبيثة في الاخر وكأنه بيخطط لحاجة. الحلقة الأخيرة لا يوجد بها شيء جديد يقال، كولدير بتستعد للحرب والتاني بيستعد للمحاسبات بتاعته والضغط اللي مطلع عينينا بيه. فبعدين بنتنا بتروح له وبتحاول انها تكلمه بلطافه وتقول له انها قطعت كل المسافه الكبيره دي عشان تديله بوصله الحقيقه، وزي ما احنا متعودين منه بيقابل كل ده ببرود وبيقول لها ان هو مش محتاجها. لا ده انا ساكت لك بقى من الصبح، ده انا بحارب بطول المسلسل واجهت السلطه التعليميه كل ده عشان اجيب لك البوصله وانت بكل برود. بس مش هتخلي بالك هو عنده جانب برضه بيحبها بس هو ما بيحبش يظهر عشان ما تظلموش. المهم المدرس بكاري وبين كان سأل الراجل بتاع الحكمة ده كمان سؤال، عايز يوصل لواحد اسمه جرومان، فقال له ابنه هو اللي هيوصلك ليه. انت طبعا ما تعرفش ابنه بس اصبر. اسرائيل ناوي ان هو هيغادر ويمشي النهارده، فبيطلب من المساعد بتاعه ان يحمي بنته ويوصلها لبر الامان عشان عارف ان فيه هجوم هيجرى. قلت لك بيحبها. فهي بتاخد الشاور روجي جه، مش وقتك قال لها انا هلف كل احترام، وحاول يكلمها ايه يعني لو انت يتيمه زيي، احنا الاتنين مش لاقيين حد. بيطيب خاطر بكاري مع ابو شنب المساعد بتاعه، واللي انا اكتشفت ان طلع هو ظابط وبيقول له لازم نجيب ويلي، وويلي يبقى هو ابن جرومان اللي هو عايزه. ايه العلاقه هتفهم. فالمهم الواد الظابط ابو شنب طلب من كل الظباط في اللاسلكي انهم لو لقوا شاب في عمر 15 سنه بوصفات معينه يقولوا له. روجي مازال مع بنتنا قاعدين يتكلموا مع بعض لحد ما ناموا. فبعد كده اسرائيل صحاها من النوم وطلبها في حاجه وبدأ يكلمها ويكلمنا عن ايه ضغط ده. اولا السلطة التعليمية بتقول ان هو السبب في الجرائم او المصايب او اي حاجة انت بتعملها وحشة، لانه بيوصل للانسان لما بيوصل لسن البلوغ. ده ومش كده وبس، ده بيقولوا ان ابونا ادم ايام زمان ده يبقى هو السبب في اللي خلاه نزل من الجنة، وهو مش مقتنع بكل الكلام ده، هو عايز يعرف ايه الحقيقة ورا داست، بل متأكد ان المدينة اللي فوق المخفية هي اللي داست جاي منها، فهو عايز يروح المدينة دي. وبيقول لها كمان البوصلة بتاع الحياة بتاعتك شغالة بالداست، فكل الاسئلة بالنسبة لداست اللي في دماغك يا مشاهد هيتجاوب عليها لما يروح المدينة. وفي الاخر قال لها ان هو فخور بيها والكل اللي وصلت بيه لحد ما وصلت لهنا، وطلب منها تحتفظ بالساعة علشان دي بتاعتها. نامت شوية وصحت لقيت المساعد بيقول لها يلا السلطة التعليمية جاية ولازم نهرب. بس فضلت تدور على روجي ما لقيتهوش، فعرفت ان اسرائيل خده، ففضلت تنده على الدب ووصل لها وجاب لها شويه من المساعدين رايحين يدوروا على روجي ويتبعوا الاثار بتاعته، وهو ماشي معاه في الجليد وبيقول له لايرا مستنيانا في الاخر احنا رايحين لها. والسلطه التعليميه وصلت للمكان اللي كان فيه اسرائيل بس ما لقيتش حد، بس المساعد كان موجود وضرب الفازر، فكولدير ما رضتش تاذيه وعرفت من الاحداثيات اللي مكتوبه والتلسكوب ان هو رايح لاخر الجبل عند الشفق، لان ده اضعف مكان ممكن يتفتح فيه بوابه اللي تطلعك للمدينه اللي فوق، ولكن بمساعده شخص ما عندوش دست اللي هو الطفل روجي. ولي اللي ملوش لازمه ومش عارف اللي جابه في الحوار عمال يستخبى، لان عارف لان الواد اللي وقع في الحلقه اللي فاتت مات، وخايف من الشرطه وسمع في اللاسلكي بتاع الضابط المواصفات عنه فافتكر عشان جريمه القتل، بس ما عرفوش انه بيدوروا عليه لحسابها التاني. المهم اسرائيل وصل بالطفل وروجي مش عارف هو عايز يعمل بيه ايه، ولسه برضه الرجاله بتاعتنا بتجري بتحاول توصل له لحد ما الدبابه وصلت لمكان، بس لحظه ان السلطه التعليميه واصله بعيد انت عشان النار الحرب، وبدأ طلق النار ينزل عليهم وهي بتحاول تستخبى وبتجري من الاصوات، واللي فوق بيستعدوا وكانوا غراب لانهم بيتحولوا، والدبابه بتحارب وبنتنا بتجري بتلاقي جثث وخايفه ومرعوبه من اللي فيه، بس كالعاده فقط على القائد وبينده عليها وان هم قتلوا معظمهم. اسرائيل بيستعد مع روجي وهو وصل بقى للجليد وقال لها مش هقدر اكمل علشان دي طبقه ضعيفه مش هتستحملنا، والله تذكري اسمك لايرا إيريك على اسمي مش اسرائيل. حضنته وكملت في طريقها وكادت ان تقع. المهم التاني برضه بيحبس ابننا وبيحبس الروح بتاعته وناوي ان هو يفصلهم عن بعض علشان يفتح البوابه، وبنتنا في عز التلج بتحاول تطلع بس الاكسجين قليل فمش بتقدر. المهم بتحاول وبتقرب وبيبقى اسرائيل وصل انه هيشغل الاله بس هي بتبقى تقيله قوي وهي بتقرب منه لحد ما بتوصل لروجي، واللي بيقول لها ساعديني وهي عينه بتدمع، واللي قبل ما تكمل الكلمه بيكون شغل الاله وحصل انفجار وهي وقعت واغمى عليها. فعلا ضوء شديد بيشع، الناس كلها بتبقى قاعده وتبص عليه والبوابه بتتفتح وبيبقى باصص لها بانبهار. هيقدم كولدير بتيجي بس هو بيبقى مثبتها بالسلاح بس عارفه انه مش هيضربها، فبتقرب منه ويبقى باين ان هي حنت، فيطلب منها انها تيجي معاه وفي اسرار كتير قوي هيعرفوها سوا، والسلطه التعليميه مش هيبقى لها لازمه وهيغيروا العالم زي ما هي كانت دايما بتتمنى، وجميع الاسئله اللي في دماغها سوف يتم الاجابه عليها. بس قالت ما اقدرش اسيب لايرا لوحدها، كان فيها امومه، وقالت له كمل انت في الطريق بتاعك، وهو يدخل ودخل فعلا البوابه. هي وهي نازله كانت لايرا استخبت عشان ما تشوفهاش، الواد ابننا لسه بيتمشى وبيستخبى، ويلي تحس ان هو بيتزامن مع الاحداث اللي بتحصل. المهم بدات لايرا تطلع لفوق لتجد روجي ساقط
ميت، فلم تتملك اعصابها على موت صديق عمرها ومش عايزه موته ويروح حضر من غير اي لازمه، فقررت انها تدخل هي كمان للبوابه عشان توقفه وبرضه تعرف الدست ده لازمته ايه. وويلي في قطه بتظهر قدامه فبيمشي وراها بيلاقي بوابه هو كمان، واللحظه اللي ويلي بيدخل فيها البوابه بتكون لايرا بتدخل وبينتهي المسلسل. والموسم كله مشاهد، بس ده لان المسلسل 3 مواسم، خلصنا اول موسم وباقي موسمين، فلو لقينا تفاعل جامد قوي احنا ممكن نخش في الثاني والثالث. ايه المشكله؟ لما لو الفيديو ميت انا ايه يجبرني؟ ده مسلسل طويل وخد نص عمري. غير كده لايك لو ما كنتش عملت لحد دلوقتي، واستناني في الفيديو الجاي، وسلام.